هلا هلا. اليوم ان شاء الله راح نسوي وصفة عراقية. اول مرة اسويها، ان شاء الله انها تضبط معانا. اسمها التاتشينة العراقية. ان شاء الله نطقتها صح ان شاء الله. اول شيء راح هي تنطبخ على مرحلتين. المرحلة الاولى اللي هي اللحم، حطيت شوية زيت. راح احط فيه بهارات صحيحة. هم ما يحطوا بهارات صحيحة، يحطوا بهارات مطحونة، بس راح اضيف شوية بهارات صحيحة. هيل، ورق غار، وقرفة. الزيت حار فما راح تاخذ وقت لما تطلع ريحتها. راح اضيف عليها البصل. بعد ما ذبل البصل راح اضيف عليه لحم قطعته صغار، مكعبات صغيرة، ونحمسه كويس لأن النار عالية كانت أول ما نزلت اللحم، ما نزلت ولا نقطة موية. هذا أفضل. اللحم أو الدجاج إذا جيت تحمسه لازم على نار عالية وما تنزل منه ولا نقطة موية عشان ما ينشف. أهم شيء نحمس اللحم عدل، كل اللحم يتغير لونه، ما يصير في قطعة واحدة حمراء أو ما انحمست أو ما تغير لونها. الحين بضيف البهارات المطحونة: كاري، لومي، بهار مشكل، وقرفة. البهارات هذه كميتها قليلة لأنه بعدين راح أرجع أضيف بهارات ثانية نفسها مع الرز. الموية طبعا مغلية. وبعد ما استوى اللحم نجي نسوي الرز. حطيت هنا الزيت، راح أنزل عليه البصل. بسم الله. بس يقبل البصل راح ننزل عليه الجزر. الحين صار دور الجزر، قطعته مكعبات صغيرة، تقريبا حبتين وسط. والرز نقعته من أول. بعد ما حمست الجزر كويس مع البصل راح أحط الشبت. هذه حزمتين بس ما راح أحطها كلها، راح أخلي شوية عشان أحطها على الوجه. الحين راح أشيل اللحم، أصفيه من المرق وأحطه على حمسة البصل والجزر والشبت. ريحة الشبت تذكرني برمضان، لأنه دائما في رمضان يعني أستعمل الشبت مرة كثير في الحشوات وفي السمبوسة. راح أحط البهارات نفسها اللي استخدمتها مع اللحمة: كاري، بهار مشكل، لومي مطحون، وقرفة. برضه نعطيها حمسة خفيفة بس. راح أحط عليه الرز، تقريبا نقعته ساعة بموية حارة. بسم الله. ما ننسى طبعا الملح. وراح أحط عليه موية حارة مغلية وباقي مرقة اللحم.